طريق القلب اتحدى. هذا الطريق الطال وتمدى. هذه الجبال الما بتتهدى. أرض السمر وين أول وين حدى. السكة مشوارنا الصعب ما همنا الضيق للتعب. كان الأهم نكون يد واحدة. رحنا الصمود سفر طويل طفنا السهولة وهليل. شفنا الحضارة عريقة ممتدة. أرض السمر وين أول وين حدى. القضارف ذات مظهر أشبه بإفريقيا منه بالبلدان العربية. تكثر فيها الأكواخ التي تعرف بالقطاطي، والتي تصنع من الأخشاب والقصب والأعشاب. هكذا وصف السير أغوين بيل مدينة القضارف في مذكراته عام 1931، حيث عمل فيها مساعداً للمفتش الإنجليزي. بالرغم من زحف المعمار الحديث، فإن القضارف ما زالت تمتاز بهذا البناء من الأكواخ الذي يلائم أجواءها الخريفية الصاخبة. تقع القضارف في شرق السودان على ارتفاع 1902 من الأقدام فوق سطح البحر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 410 كيلومترات شرقاً، وهي الولاية الجارة لدولة إثيوبيا. عندما نتحدث عن القضارف نتحدث عن القضارف الولاية التي تبلغ مساحتها 73 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها 2 مليون و17 ألف نسمة، وتنتشر تقريبا في أو تقسم إداريا إلى 12 محلية، 4 منها في الجنوب وهي محليات باسندة، القلابات الغربية والشرقية والقريشة، ومثلها في الغرب غرب القضارف وهي الفاو والمفازة والرهد وقلع النحل، والأربعة الأخرى فيهم بلدية القضارف المدينة التي تمثل حاضرة ولاية القضارف، ومحليات البطانة والفشقة وسط القضارف التي تحيط بمدينة القضارف. وجدنا أثر لهذا التاريخ مبعثر في مواعين مختلفة، أهمها تاريخ القضارف المحمول في ذاكرة الناس، والذي ما زالوا يرددونه في شكل قصص وحكاوي. لهذا السبب تصدى نفر كريم من أبناء ولاية القضارف وعقدوا العزم على أن يدونوا لها ويؤرخوا لها ويحولوا الكثير من الروايات الشفوية التي يحكيها الناس إلى تاريخ مكتوب تفيد منه الأجيال القادمة. في هذا الاتجاه تم إعداد كتاب بعنوان القضارف رموز وأعلام. تعد القضارف من أهم المحطات في الطريق القومي الذي يربط الخرطوم بموانئ السودان على البحر الأحمر. تختلف الروايات حول معنى اسم القضارف، ولكن أكثرها شيوعاً تذهب إلى أنه في القديم الغابر كان هنا سوق يقام مرتين في الأسبوع يؤمه سكان البوادي والقبائل الرحل، وحينما يراد إغلاق السوق فإنه كان ينادى اللي قضى يرف، أي الذي قضى أموره
عليه أن يغادر، وتحولت العبارة إلى القضارف. سوق مواشي القضارف تأسس في عام 1880. والوقت ده كان سوق صغير مع بداية المدينة، وكان بتأتي له يعني كل الغر القريبة. السوق اتوسع والمدينة كبرت، بقى كان سوق المواشي في مدينة القضارف في قلب الآن أمام استاد القضارف. المدينة كبرت وتوسعت عليه، رحلوا السوق سنة 1984، رحلوه لشمال القضارف اللي هو المنطقة الآن اللي انتم بتصوروا فيها دي. الآن القضارف إذا ما كان في اليوم بتصدر حوالي 13-14 ألف راس بيقوم من مدينة القضارف للسواكن لدول الخليج وللسعودية. ويعني سوق مواشي القضارف ساهم مساهمة كبيرة جدا في اقتصاد المدينة واقتصاد السودان عامة. وترتبط المدينة باسم يطلق عليها وهو قضروف سعد، ويقال إن سعدا هو اسم لتاجر قبطي، وإن كانت هناك روايات تقول إن سعدا هو حفيد المك جاسر الذي كان يحكم البطانة في جبل تواوة، أحد معالم مدينة القضارف البارزة في مدخل المدينة. وثمة مقولة تقال: قضروف سعد جنة رعد، في إشارة إلى موسم الخريف الذي يحولها إلى جنة بالنعم الكثيرة بأمطاره الكثيرة وزوابعه الرعدية المخيفة. تأتي أحد الروايات أن يعني والدنا الراحل يعني هو أحمد فاضل سعد، إنه قضروف سعد دي نفسها إحدى الروايات إنه سعد المعني هو يعني هو والد أو جدنا سعد على رحمة الله الذي جاء إلى يعني مرافقا لهجرة المك نمر إلى الحبشة، مر برفاعة واستقر في الصوف البشير وعاد مرة أخرى إلى الصوف الأزرق. إحدى الروايات وقد كتبها الراحل عمنا عثمان علي بشير، أحد وجهاء ومثقفي ولاية القضارف وأحد الصحفيين ولاية القضارف الذين قامت على أعتابهم الثقافة والحضارة في ولاية القضارف وفي السودان، وكان رفيقا لعبد الرجب وأنه كتب في إحدى الصحف في ذلك الوقت أن قضروف سعد هو المعني هو والد أحمد فاضل سعد. جاءت روايات أخرى أن المعني هو يعني الراحل أيضا سعد رفايل، وروايات أخرى مثل قضيرف، ولكن واحدة من الروايات القوية جدا أن تأسيس القضارف هو الوالد الراحل سعد والد أحمد فاضل سعد. نفاحة الطين هي ما تميز القضارف بتربتها السوداء الخصبة التي جعلتها أكبر مشروع للزراعة الآلية. وإن عد السودان سلة غذاء العالم فإن للقضارف القدح المعلى في ذلك، فهي تتوسط أغنى مناطق السودان الزراعية والرعوية. بدأت في ممارسة زراعة الشمس زهرة الشمس قبل 13 عام تقريبا، والقضارف كانت بتعرف زراعة الشمس زراعة زهرة الشمس في فترة تجاوزت 30 عام. هي من المحاصيل الواعدة، استفدنا منها كثير في تغيير التركيبة المحصولية للزراعة الموجودة بولاية القضارف. وزراعة زهرة الشمس عندها فوائد كثيرة جدا. هي تزرع في بداية شهر 7 مع بواكير الخريف، بنحضر الأرض بصورة جيدة، نختار أرض حية، والزهرة حساسة جدا تجاه الحشائش، فلا بد من استخدام المبيد أو النظافة اليدوية، وهي طبعا شوية مكلفة. أنا بفضل أنه الزهرة تزرع لحد 25/7، هي نتائجها بتكون ممتازة وجيدة. وبعد تجاوزت مرحلة النظافة الزهرة تاني ما عندها أي إشكالية، هي تتعامل مع الأمطار
بمختلف معدلاتها. فوالله نحن بنعتقد أن الزراعة دي هي منجأ وملجأ السودان الرئيسي عشان نخرج من مشاكلنا، لكن حق الدولة تلتفت لها مع تقديرنا التام وعرفتنا للوضع الاقتصادي في البلد، لكن عشان ننهض بالاقتصاد ده ننهض به عبر الزراعة. سلسلة من الجبال تكتنف المدينة. هذا ما يميز الجدارف، مع وجود الأودية الموسمية التي تعرف بالخيران، وأشهرها خور مجاديم داخل المدينة. تمتلئ هذه الخيران بالمياه في موسم الخريف، خصوصا مع هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية. يسود الجدارف مناخ مداري، حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف وتهطل الأمطار بغزارة حتى تصل أعلى معدلاتها إلى 900 ملم في موسم الخريف. في الخريف تكتسي الأرض بالحلة الخضراء من المحاصيل والأعشاب والأشجار، وفي أثنائه تصل إليها أسراب الطيور المهاجرة من سيبيريا وأوروبا وأنحاء العالم، ومن أهمها طيور اللقالق والبجع التي تعرف هنا باسم السمبر. ومعروف أن الزراعة في الجدارف هي زراعة مطرية، وكانت تتم بطريقة تقليدية، وتطورت أدوات الزرع من التقليدية اللي هي كانت بالسلوكة إلى البابور أو التركتر والدساكي في منتصف الأربعينات تقريبا، عندما أقام البريطانيون مشروع القدنبلية الزراعي فيما سمي بمشروع الزراعة الآلية. والآن أصبحت الزراعة الآلية استمرت لفترة طويلة تقريبا إلى مقدم التسعينات، وفي العقدين الآخرين أصبحت الزراعة زراعة تقنية، يعني استفادت أو دخلت أدوات جديدة، جملة كده نسميها بالتقنيات الزراعية. تشتهر مدينة الجدارف بوجود أكبر أسواق المحاصيل في إفريقيا، خصوصا لمحصول السمسم وللذرة الرفيعة والدخن والصمغ العربي والفول السوداني. وتعد بورصة السمسم السوداني الأكبر في إفريقيا، إذ يعد السودان ثالث أكبر دولة منتجة له في العالم بعد الصين والهند. هنا يغنى للسمسم إذ هو مصدر الثروة. تقول الأغنية التراثية: يا سمسم الجدارف الزول صغير ما عارف، يا جليب الريد كل ما هديتك شارف. نبتة السمسم قصيرة القامة، لها زهور كاسية بيضاء بها بقع ملونة وحويصلات صغيرة تحتوي على صفوف حبات السمسم، ومع الحصاد يتم جعلها في مجموعات تتجه برؤوسها إلى الأعلى. مع سطوع الشمس تبدأ الحويصلات في التشقق لتخرج السمسم الذي يصنف حسب اللون، فيقال السمسم الأبيض، وهو المشهور ويعد للصادر ويدخل في الكثير من الصناعات خصوصا الحلوى. أما السمسم الأحمر فيعد أكثر البذور احتواء لزيت السمسم الذي يحبه أهل السودان، حيث يضاف إلى وجبة الفول المصري التي تعد الوجبة الشعبية الأشهر في السودان، فيعطيها مذاقا ورائحة شهيين. تستطيل صومعة غلال الجدارف لتصنع أكبر شاهد لها يميزها عن مدن السودان الأخرى، ويسمها بأنها مدينة الغلال دون منازع. الصومعة مستودع ضخم لمعالجة وتخزين الغلال كالذرة والسمسم وغيرهما. تم إنشاؤها بمعاونة الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1965، وذلك بعد التوسع الذي شهدته الجدارف في الزراعة الآلية المطرية. طبعا الصومعة انشأت في عهد المرحوم عبود 63
انتهت 63 تقريبا. السعة التخزينية لها حوالي 1,000,000 شوال، وبتخزن فيها المحاصيل بصورة بروبر في علب يتم التبخير فيها، فبيجنب الناس كثير من مشاكل التخزين البلدي في المخازن من تسوس وهنا. يعني العيش مهما طالت فترته حتى اللون حقه ما بيتغير يعني. فقامت تاني صومعة انشأوها اخواننا ناس البنك العالمي، يعني احنا مسمينها الصومعة الحديثة، معدنية يعني ما بالصورة اللي تبنت بها الصومعة القديمة بتاعت اليوغوسلاف. هسه في المرحلة الأخيرة الناس رجعت تاني للفكرة بتاعت المطامير اللي هي بدوها أبوائنا بدري يعني في السوق، لكن برضه بصورة استحدثت فيها بعض الحاجات مشمعات، وساعدت كثير في احتواء المخزون الاستراتيجي كل الكميات اللي تخزنت منه. تغرس 240 خلية تخزينية أقدامها في الأرض، وهي عبارة عن اسطوانات مشيدة من الخرسانة المسلحة بسعات مختلفة، في حين تبلغ السعة التخزينية الكلية حوالي 100,000 طن من الحبوب السائبة. تبدو صومعة الغلال كآلة ضخمة لها هدير قوي، حيث تعمل بطاقة استلام قدرها 525 طنا في الساعة، تتم عبر 3 خطوط إنتاج، ولها محطة للغربلة تتكون من 3 غرابيل و4 آلات فرز تعمل بطاقة قدرها 300 جوال، ما يعادل طنا من الذرة و45 طنا من السمسم في الساعة الواحدة. إنها طاقة هائلة. هذا المخزون الضخم من الغلال تشرف على صحته وسلامته وحدة متكاملة من معامل التبخير والرش والتعقيم، وتفرد له مشمعات خاصة بوقاية الحبوب من الأمراض والآفات. ساعدت الصومعة على تخفيض تكلفة التخزين لمناولة الحبوب السائبة وتقليل الفاقد بالتخزين التقليدي، بالإضافة إلى معالجة المحاصيل من حيث مكافحة الآفات ونظافتها وتصنيف جودتها وإعدادها كمخزون استراتيجي أو للتصدير وفق المعايير العالمية. نحن طبعا شغلنا استلام الذرة والسماسم في سوق المحصول. بنستلم بالفتاشة، بنفتش، بنشوف العيوب التجارية، بنمرقها. بعد ما نمرق العيوب التجارية لو في مساواة الناس بتتساوى مع الجماعة بنتساوى معهم، لو عيوش ما بتتغربل دي بنعتبرها تالف، بنرجعها، بترجع للمزارع ذاته، هو بيشوف بيحاول يعالجها بطريقته، بعد ما ينظفها يجيبها راجعة هنا سوق المحصول. تنهب سيارتنا الأرض في الطريق القاري الذي يربط الجضارف بمدينة الجلابات على الحدود مع دولة إثيوبيا، والذي يمتد منها إلى مدينة جندر وصولا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الجغرافيون يسمون هذه المنطقة مرتفع الجضارف الجلابات، وإن عدت جزءا من سهل البطانة لكنها ترتفع ارتفاعا تدريجيا حتى تصل إلى 600 قدم فوق سطح البحر عند الحدود مع إثيوبيا. يحدثنا كذلك أهل التاريخ أن الجلابات اشتهرت بمعركتها التي دارت بين جيش ملك الحبشة يوحنا وجيوش المهدية بقيادة الزاكي طمل عام 1889، والتي قام فيها الزاكي بقطع رأس الملك يوحنا وإرساله إلى الخليفة، حيث علق في سوق أم درمان. تعد الجلابات من أخصب المناطق الزراعية، والأمطار هي العنصر المناخي الفعال في ثراء هذه الأرض بالمحاصيل الزراعية ومن ثم ثراء أهلها. يتخلل منطقة الجلابات عدد من الأنهر الموسمية والدائمة،
وهي تنحدر من الهضبة الإثيوبية متجهة غربا إلى سهول السودان، ومن أهمها النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر ستيت والرهد وخور الجاش. وعندما نتكلم عن القلابات وهي النقطة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، حيث يفصل بينها وبين أثيوبيا مدينة المتمة في أثيوبيا خور أو مجرى بتاع ماء فقط. هذه هي مدينة قديمة وجدنا لها أثر عند محمد عمر بشير، وهو يحكي عن تطور التعليم في السودان، حيث في العام 1962 كان فيها مدرسة إرسالية. هذا لعله مدخل كويس للتعليم في القضارف، لأنه في النهاية القضارف هي الإنسان، والإنسان هو التعليم، والتعليم هو النظام الذي يبني الإنسان عقلا ونفسا وبدنا. القضارف الآن تسعى للاستفادة من نهر ستيت الموسمي، وذلك بقيام سد يعمل على تجميع المياه السطحية لتكوين خزان ضخم يكون بمثابة مصدر دائم للإمداد المائي. مجرى موسمي لأمطار الخريف يمثل الفاصل الحدودي بين السودان وإثيوبيا، فما إن تعبر الجسر حتى تجد نفسك في بلد آخر بالرغم من أنك لن تشعر بالاختلاف في شيء. تعد القلابات أحد أهم المعابر الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وأكبر مركز للتبادل التجاري بين البلدين، وأهم الموانئ الجافة للصادر خصوصاً في صفرية الجمارك حسب اتفاقية الكوميسا. أهم البضائع القادمة من إثيوبيا تتمثل في البن الإثيوبي المشهور والبقوليات، في حين يتم تصدير الكثير من المواد الصناعية من السودان، أهمها السكر والملح والزيت وغيرها. سوق مختلط للتبضع بين السودانيين والإثيوبيين ويتداخل عميقا، ما صنع نسيجا اجتماعيا فريدا من نوعه. لا تمايز في السحنات السودانية والإثيوبية هنا، لا تكاد تعرف الفرق بين الجنسيتين إلا من خلال الأوراق الثبوتية أو نوع الملابس أو تسريحات شعر النساء. تمازج امتد عبر التاريخ منذ ممالك أكسوم ومراوي يسقيه النيل الأزرق الهدار. بدينا خطوة خطوة، مشينا كان الطريق قاسي وصعب، لكنه مليان بالجمال. نسانا إحساس التعب، وصلنا ليلة مع النهار. نسانا إحساس التعب، وصلنا ليلة مع النهار. وإحساسنا كان شعلة ولهب، شعلة ولهب. أرض السمر مشوار جديد، رؤية لسودان فريد. عنوانه دهشة وانبهار، نستوحي فيه التاريخ مجيد. رؤية لسودان فريد، كل الحضارة